أنا سامية، وقصتي بدات من زمان قبل ما يكبر الهم وتبدل الدنيا. كانت عندنا واحد الدار صغيرة في واحد الحي قديم شوية. المهم الدار اللي ما فيها لا زواق لا بهراجة، ولكن كانت عامرة بأهم حاجة: بالضحك، بالفرحة، بالعشرة، بالريحة ديال الخبز اللي كانت كطيب ماما كل صباح قبل ما يخطفها المرض مسكينة وهي باقة صغيرة وباقة في الشباب ديالها. خلات ثلاثة تاع البنيات، ثلاثة ديال الوريطات. الكبيرة اختي إلهام كانت عندها ديك الساعة 17 عام، وانا سامية الوسطانية كانت عندي 13 عام. اختي الصغيرة وصال اللي كانت عندها 9 سنين. كانت اختي الصغيرة فاهمة وما فاهماش، واعية وما واعياش، عارفة وما عارفاش. تبدلت عليها الدنيا فجأة. وانا اللي كنت دائما لاصقه في بابا، كنحاول نفاجئ عليه، كنحاول نقص من الحزن اللي في الدار، حيت كان مسكين مريض وتزاد عليه الحال من مورا الموت ماما. واختي الكبيرة إلهام اللي أول حاجة دارتها وقالتها، مسحات دموعها وقالت لينا: أنا من اليوم أنا أمكم، ما عمري غنتخلى عليكم، اللي احتاجيتوها أنا اللي غنقوم بها. ومشات الأيام وجات الأيام حتى كبرنا، وكل وحدة كبرات قبل من وقتها، كل وحدة عرفت المسؤولية قبل من اللعب. أول وحدة تزوجات كانت إلهام. اختي الكبيرة تزوجات بواحد الشاب اللي كان واعي من العائلة، كان ولد الناس بين عليه الهدوء والوقار. وإلهام كانت في بالها غادي تتزوج وترتاح، حيت اختي مسكينة خدمات في بزاف د الحاجات، خدمات الخياطة، خدمات عند العيالات، خدمات مسكينة في المحلابات، دارت بزاف د الحوايج على قبلنا. وفي شي بعض المرات كانت كتوقف في بلاصة بابا في الكريسة اللي كان كيبيع في الزنقة، حيت مع الوقت ولا عيا وما بقاش كيقدر يخدم، ماشي كل نهار. ولكن في الحقيقة راجل إلهام ماشي داكشي اللي كان في بالو. دغيا بدا فيه الصداع وبدا فيه التحكم، كل نهار كيقول ليها: علاش كتباتي في داركم، علاش تفكري غير في خواتاتك، دابا عندك دارك خص يكون عندك ولادك وتفكري فيهم تخدمي على قبلهم. وكانت هي كتجاوبو: هادوك خواتاتي هما نصي الثاني، ما نقدرش نبدلهم. هو كان كيزيد الكراهية بيناتنا، ديما جابت الصداع، وديما كيشوف بلي حنا سبب المشاكل اللي بيناتهم، حتى وصلت بيه انه ولا كيسد عليها وما كيخليناش ندخلوا عندها وما كيخليهاش تجي عندنا. مشات الايام بهكاك، مره نشوفوها مره ما نشوفوهاش، حتى جات نوبتي. وانا تزوجت بواحد السيد اللي كان كيبان طيب، ولكن ملي دخلت انا وياه لدار وحده بان وجه اخر. الضغط، السبان، المقارنه اللي ما كتساليش. كان كيبغي يعزلني بوحدي، دائما كيقول لي: هذيك داركم هي اللي ما تبقيش تمشي ليها، وعلاش ما تبيعوش الدار، وعلاش ما تفرقوش الورث. كان طماع، كان ديما كيشوف بلي انا خصني نتعاون معاه على الوقت، نتعاون معاه على الزمان، نقلب على شي خدمه، ندير انا وياه من النص بالنص. واخا ما كناش كارين، كان ديما كيقول لي خصنا نخبيو شي فلوس بحال كارين. ولكن ديما كانت اختي